بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نتكلم النهاردة عن مباراة النادي الأهلي المصري والهلال السوداني في دوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. قبل ما نكمل الفيديو يا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتدعمنا بلايك وتقول لنا رأيك في مستوى النادي الأهلي في كأس العالم للأندية في كومنت جميل كده زيك إن شاء الله. مباراة الأهلي والهلال هتتلعب في ملعب الهلال يوم السبت الساعة 3 بتوقيت القاهرة. مباراة من أولى مشفرة أو دوري أبطال أفريقيا أو دوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بتكون مشفرة على بي إن سبورت. مباراة الأهلي والهلال أو الهلال والأهلي لأن ماتش الهلال هيتنقل على بي إن سبورت 4. المباراة دي هتكون أول مباراة للنادي الأهلي بعد عودته من كأس العالم للأندية وحرزوا المركز الرابع. والنادي الأهلي كلنا شفنا قدم مستوى متميز جدا. مستر كولر كان اختبار الحقيقي ليه في كاس العالم للانديه وعمل ماتشات كويسه جدا. مدريد مع ان النادي الاهلي خسر 4-1 ولكن النتيجه لا تعبر عن سير المباراه. وماتش نفس الكلام ماتش فلامينجو النتيجه لا تعبر عن سير المباراه واخطاء فرديه، نفس الاخطاء الفرديه الساذجه، نفس الاخطاء الفرديه الكارثيه اللي حصلت في ماتش ريال مدريد حصلت في ماتش فلامينجو. والنادي الاهلي بيخسر المركز الثالث في اخر تلت ساعه او ربع ساعه. في اخر ربع ساعه النادي الاهلي بيخسر المركز الثالث بسبب اخطاء فرديه ساذجه. يلا مش مشكله. مارسيل كولر كان ادار البطوله بشكل مميز مع بعض الاخطاء، مش هنقول ان الموضوع كان يعني اطلاقا كان كويس، لكن كان في بعض الاخطاء من مارسيل كولر خصوصا في ماتش ريال مدريد وماتش فلامينجو. ما علينا، احنا هندخل بقى خلاص. النادي الاهلي رجع بحقق المركز الرابع، خد جائزه المركز الرابع ايا كانت، وهيرجع هيلعب اول ماتش في دوري ابطال افريقيا مع الهلال السوداني في السودان. وبنسبه كبيره ان الماتش هيكون بدون جمهور لان الهلال موقع عليه عقوبه انه هيلعب الماتش ده بدون جمهور، او استمرارا لعقوبه كانت عليه قبل كده من الاتحاد الافريقي ان الماتش ده يكون بدون جمهور. واتبلغت اداره الهلال ان الماتش بدون جمهور. النادي الاهلي هيلعب بقى معاه الصفقات الجديده كريستو محمد الضوي كريستو اللي استبعد من قائمه كاس العالم للانديه، واحمد قندوسي لاعب وفاق سطيف. هنشوف بقى النادي الاهلي بقى هيتغلب على اللي حصل والحاجات الاخطاء من بعض اللعيبه اللي كانت موجوده في كاس العالم للانديه. طبعا شفنا كان محمد مجدي قفشه مستواه مش كويس، عشان نجيب من الاخر محمد شريف وعقبه النادي الاهلي هي راس الحربه. اتمنى من مارسيل كولر يدي فرصه تاني لشادي حسين ويحاول يدخل شادي حسين في الفرقه وشادي حسين بقى هو التاني يقدم نفسه بشكل كويس ويشتغل على نفسه، لان النادي الاهلي محتاج راس حربه قوي. النادي الاهلي لو كان معاه راس حربه قوي في كاس العالم للانديه كانت النتيجه ما وصلتش لكده، وكان النادي الاهلي اقل حاجه لعب نهائي. النادي الاهلي كان اقل حاجه لعب في كاس العالم للانديه كان لعب نهائي لو في راس حربه كويس يخلص كل الفرص اللي جات سواء في ماتش ريال مدريد او ماتش فلامينجو. ماتش فلامينجو اللي كنا نقدر نخلص عليه، مش هقول لك فرصه محمد شريف، لا، وفرصه علي معلول، ضربه جزاء علي معلول اللي ضاعت، انفراد برضه بيرسيتاو. ولكن محمد شريف كانت فرصته بعد الهدف الثاني للنادي الاهلي كان يقدر يقتل الماتش. ولكن هنشوف بقى النادي الاهلي اللعيبه هتقدر تقدم نفسها بشكل كويس جدا بقى في الماتش اللي جاي، ماتش الهلال السوداني او الماتش في دوري ابطال افريقيا في دوري المجموعات للنادي الاهلي. هيبداوا من ماتش الهلال لعب مع صن داونز في جنوب افريقيا وخسر 1-0. كاس العالم للانديه خلصت بحلوها ومرها. نرجع بقى لدوري ابطال افريقيا بطولتنا المفضله، بطوله النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، واختبار جديد لمارسيل كولر في اجواء افريقيا. طبعا كلنا عارفين اجواء افريقيا اجواء صعبه، وهنشوف بقى مارسيل كولر زي ما قدم مستوى متميز مع فرقه النادي الاهلي في المغرب في كاس العالم للانديه، ان شاء الله يقدم مستوى متميز مع النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا ويقدر يفوز بدوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي ما زال متصدر الدوري المصري، وان شاء الله يرجع ويقدر يرجع بطولته المفضله الدوري المصري تاني، وبطوله دوري ابطال افريقيا يرجعها تاني لان احنا خسرناها السنه اللي فاتت من الوداد. الله السنه دي النادي الاهلي يقدر يرجع الدوري المصري اللي خسروا سنتين ورا بعض ويرجع دوري ابطال افريقيا اللي خسروا السنه اللي فاتت. كل التوفيق وكل الدعم للاعيبه النادي الاهلي ومارسيل كولر المدير الفني السويسري الجديد، المدير الفني السويسري العبقري زي ما بنقول عبقري. في لعيبه اتطورت جدا معاه، مش هنقول ما عندوش اخطاء، لا عنده اخطاء، وان شاء الله يقدر مارسيل كولر يتدارك كل الاخطاء اللي حصلت منه في كاس العالم للانديه بالمغرب ويظبط الدنيا في دوري ابطال افريقيا، ونقدر نفوز بدوري ابطال افريقيا السنه دي، وتكون ان شاء الله المره ال11 اللي النادي الاهلي يفوز بيها بدوري ابطال افريقيا على يد السويسري مارسيل كولر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.